والبرجرايه مدملكه. اوكي ايه الحماس ده؟ مرحب بكل المانجو لافرز. اساسكم محتاجين تغيروا شويه من الفيديوهات اللي هي بالطول دي، عشان كده المانجو قرر ان هو يعمل فيديو بالعرض. فيديو جديد هندعبس ونحفر علشان نوصل لاحسن برجر اولد سكول في مصر. طبعا البرجر بيتعمل بحوالي 32 او 33 مليون طريقه، اللي بيحط عليه اونيون رينجز، اللي بيحط عليه موتزاريلا ستيكس، اللي بيحط عليه ناتشوز. بس ساعات الواحد بيشتاق لايام زمان، حته البرجر وعليها شريحه الجبنه الشقيه، وبارك الله فيما رزق. هو ده بقى اللي بيسموه الاولد سكول. اللايك والسبسكرايب والفولو وكل الكلام الجامد ده بقى عشان تدعم اخوك المانجو. وتعالى نشوف. ده النت عندك تمام، ما تقلقش. انا بفوقك بس عشان تدخل الفيديو وانت مصحصح كده. ده لشركات الاتصالات، محتاجين نزود الثقه بيننا وبين بعض شويه، الناس قلقان. النهارده انا جايب من 5 مطاعم، 1 2 3 4 5. طالب نفس الطلب بالظبط من ال5 مطاعم عشان مقارنه تكون عادله. الجديد بقى اللي عملناه في الحلقه دي ان انا جايب نفس الاوردر اللي هنجربه بالظبط عشان ندوق ونفرح ناس تانيه معانا، وده ضمن مبادره حقهم يجربوا. في ناس كتير طلبت مني ان احنا ما نصورش واحنا بندي حبايبنا الاكل ده عشان ما يكونش فيها نوع من الاحراج ليهم، مع ان انا بصراحه بشوف فرحه ببقى حابب انقلها لكم في الفيديو، بس وجهه النظر تحترم وانا قلت انفذها. ودي تعال نبدا ببافالو برجر. بافالو موجود في مصر تقريبا من سنه 2008. من المفترض ان هو بيقدم البرجر بشكل مختلف، من المفترض برضه ان البرجر عنده بيكون مشوي على الفحم. اغلب السندوتشات اللي موجوده معايا النهارده 200 جرام، كلها اوريجينال او اولد سكول زي ما قلنا. انا بصراحه بحب الباكجينج بتاع بافالو لان اللون الاسود مع الاورنج كده مدي شكل لطيف. لازقهولك من هنا، ده شكل الساندوتش من جوه، لونه ذهبي كده. من المفروض بقى ان هو هنا بيبقى كاتب كام جرام واسم الساندوتش ايه وبتاع، بس هو مش معلم على حاجه. بسم الله. تعالوا اوريكم شكله من قريب. ده شكل الساندوتش. موجود من هنا اهو الجبنه التشيدر، قطعه البرجر. الساندوتش ده عندهم اسمه اولد سكول. سعر الساندوتش ال 200 جرام 114 جنيه. المكونات بتاعته قطعه البرجر، جبنه تشيدر، بافالو صوص، مفيش اي حاجه تاني. بسم الله. طعم العيش خفيف قوي، فمديني مساحه ان انا احس بطعم البرجر. البرجرايه مدملكه، وده اللي انا بحبه في بافالو. طعم اللحمه فيه التدخينه بتاعه الشوي، وجود الجبنه بس مع البرجر مديني تجربه مختلفه الصراحه. تعال ندخل على التقييم. هياخد نجمه التغليف، قيمه مقابل سعر هديها له لان هو ده الرينج اللي ماشي في اغلب المطاعم. بالنسبه للطعم هياخد نجمتين، مفيش حاجه واو في الساندوتش تخليه ياخد نجمه الاستاك. فبافالو برجر 4 نجوم. اللي بعده ويليز كيتشن. مطعم بيقدم نوعيات اكل مختلفه، مش برجر بس، عندهم سندوتشات فراخ وعندهم برجر وعندهم حاجات تانية. هم شايفين ان من اشهر الحاجات او من اكتر الحاجات اللي بتميزهم هو البرجر بالناتشوز، وفكره السايدز اللي بتكون مع الساندوتش او الحاجات الجانبيه اللي معاه. حاطط لك صوره على البيج بتاعتهم قايل لك اوعى تشبع قبل البرجر. ثقه في النفس دي. طعم ايه بقى يا ويليز؟ تعال نشوف. الباكنج بتاعه لطيف جدا، انا عاجبني اللون الابيض برده، كتابه الفونت بتاعها لطيف، الالوان حلوه قوي، شكل الكيس يفتح النفس. وراسم لك من هنا واحد فاتح بقه على الاخر اهو، وكاتب لك يور مود ويل تشينج ناو. معلش انا حاسس ان الجرامر هنا مش مظبوط. ميس ألفت في سنه رابعه قالت لي ان المفروض يور مود از تشينجينج ناو، لانه بيتغير دلوقتي. ده كلام ميس ألفت مش كلام. كاتب لك من هنا once open there is no comeback، يعني لو فتحت مفيش رجوع. ماشي هنشوف. ده شكل الباكجينج من جوه، عاملين نفس الحركه برضو، اسامي السندوتشات، بس هنا معلمين بقى على اوريجينال تشيز برجر. هم مسميين الساندوتش ده عندهم اوريجينال تشيز برجر. شكل العيش هنا اكبر، تعالى اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. شكل العيش هنا اكبر، واللي اكتشفته كمان لما فتحت العيش ان البرجرايه اتخن. محطوط من هنا بقى الجبنه، ومحطوط قطع بصل، ومحطوط من تحت طماطم وخس وجبنه تاني. هو فكره ان البرجرايه اكبر انا بصراحه شاكك في الموضوع ده، لان المفروض ان الاثنين 200 جرام، فاكيد الاثنين قد بعض. الساندوتش ده بيكون عباره عن قطعه برجر 200 جرام، شيدر صوص، خس وطماطم وبصل وكانتري صوص، وسعره 84 جنيه ونص، يعني تقريبا فرق 30 جنيه بينه وبين بافالو، فرق سعر كبير. شكلي اتسرعت في نجمه القيمه مقابل سعر البافالو. تعالوا نكمل ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه طعم البرجر حلو قوي، وهتحسه فاتي سيكا بس ما ضايقنيش. ميكس بقى الصوص مع الجبنه مع البصل مع الطماطم، صراحه حلو. فبالنسبه لويليز كيتشن نجمه التغليف طبعا قيمه مقابل سعر، وهياخد نجمتين الطعم. الاجمالي 4 نجوم. هتقول لي بس انت كده هتساوي بافالو بويليز رغم انه ارخص. هقول لك مبدئيا لكن في اخر الحلقه ممكن الموضوع يختلف. ودي ثالث مطعم معايا كل المانجو لافرز هو هولمز برجر. هولمز هو مطعم موجود في مصر بقاله تقريبا 8 سنين، وبدا يظهر له فروع في مناطق وفي مدن مختلفه، فقلنا ندخله المقارنه ونشوف. التغليف بتاعه بره ما فيهوش حاجه يعني مختلفه، لطيف الى حد كبير. كل المحلات والمطاعم دلوقتي بدات تتجه لفكره اللي هو الكرتون او الورق، يعني كله بيبعد عن البلاستيك عشان الحفاظ على البيئه. ده الباكجينج بتاعه، من هنا كاتب لك تشيزي برجر. هو في بس معلومه صغيره وتعديل بسيط على هولمز بالذات. المختلف عند هولمز ان هو ما عندوش وزن 200 جرام بالتحديد، هو عنده قطعه برجر يا اما 125 جرام يا اما 250 جرام. 125 جرام ب 85 جنيه،
وال 250 جرام ب 140 جنيه. الاسعار غاليه نسبيا. المختلف عندهم ان هو قالوا لي ان في عرض على اللي هو ب 125 جرام ده، انك بتاخدها كومبو معاها بطاطس وبيبسي ب 110 جنيه. فانا بصراحه حسيت ال 250 جرام هيبقى اوفر قوي، فجبت ساندوتش واحد اللي هو ال 125 جرام وسعره 85 جنيه. تعالوا نشوف شكله من جوه عامل ازاي. هنا شكل البنايه كده تحسها متعلمه بره، وعامل لك خط من النص كده ان انت تقسم الساندوتش نصين وبتاع. كيس من جوه مكتوب عليه اللوجو بتاعهم، حاجه شياكه يعني الصراحه. المكونات بتاعته بصل، خيار مخلل، جبنه تشيدر، والسيكريت صوص بتاعها. الفرق هنا ان البصل متقطع مربعات صغيره، مش موجود شرايح او حلقات. بسم الله. طعم البرجر هنا مختلف عن الاثنين اللي فاتوا، هو ماشي اكتر في اتجاه البرجر بتاع ماكدونالدز، مش فكره البرجر اللي هو مشوي على الفحم او قطعه البرجر اللي بتبقى مدملكه دي. هو ليه ناس، يعني في ناس بتحب النوع ده او بتحب الطريقه دي. طعم الصوصات، الصوص بتاعهم طعمه لطيف مع الجبنه التشيدر مع البصل مع الخيار، ميكس ظريف. بس لما اجي اقارن البرجر ده بالاثنين اللي فاتوا، لا الصراحه الاثنين اللي فاتوا احلى. فبالنسبه لهولمز تغليف، هديله قيمه مقابل سعر على استحياء، لان هو مش اوفر قوي، هو برضه لسه في المحيط. هديله نجمه واحده للطعم، فهولمز هياخد 3 نجوم. اللي بعده ماكس برجر، مطعم سويدي موجود من سنه 1968 في السويد، وبدا يظهر ليه فروع في مصر من سنه 2017. ده شكل التغليف بتاعه من بره، شنطه اضعف من الانواع اللي فاتت، حاطط من جوه منديل، كيسين كاتشب، وادي الساندوتش بتاعنا. التغليف من جوه برضه ظريف، حاطط لك بادج بقى من بره هنا تشيز برجر، انا شايف زروطه. تعالوا نشوف شكله من جوه. البنايه كده شكلها عادي يعني، مفيش ابهار في الموضوع. عايز اقول عليها مش فريش لان برضه الجو يعني تلج. نرفع بقى من هنا، هنلاقي الخس، هنلاقي طماطم، هنلاقي شرايح البصل. ده شكل قطعه البرجر، شكلها قريب قوي من بافالو. الساندوتش ده 200 جرام، سعره بعد الضريبه 75 جنيه، يعني السعر كده بدا ينافس ويلز كيتشن. بسم الله. التشيدر صوص مش ايه يعني، مش باهرني. الميكس كده على بعضه لسه محتاج اخد قطمه كمان. البرجرايه مبيضه بزياده، طعمها برده فاتي قوي، في عناصر تانية داخله في البرجرايه كده مش مديها افضل تيست. الشكل زي ويلز كيتشن وبافلو برجر، بس الطعم مش هو. هتقول لي هتدي كام نجمه لماكس برجر يا مانجو؟ هقول لك تغليف، قيمه مقابل سعر، لان يعتبر هو اقل سعر لحد دلوقتي، وبرده نجمه واحده للطعم، 3 نجوم. واديني على اخر مطعم في حلقه النهارده، داديز برجر. السلسله بدات تظهر في الفتره الاخيره، وبدا يظهر ليها فروع في اماكن كتير برضه. انا جبت من الفرع بتاعهم الموجود في الشيخ زايد. تعالوا نفتح وندوق. ده شكل الكيس اهو، بس مدبسين من هنا بدباسه، مش عارف ايه الموضوع ده. التانيين كانوا عاملين ستيكر كده بيلزق، شكله اشيك يعني. هو الباكجينج الوانه حلوه، خامات لطيفه. موضوع الدبابيس ده غريب شويه. في من جوه منديل، كيس واحد كاتشب ماشي. ده شكله من جوه، مش حاطين بقى ستيكر ولا اي حاجه بتقول نوع الساندوتش ايه. اوكي، شكل العيش بتاعه زي بافالو بالظبط. تعالوا نشوف. شكل البنايه اهو زي بافالو بالظبط، محطوط من هنا برضو حلقات بصل وخس. دي البرجرايه اهي، فيها خطوط كده تحسها ان هي كانت محطوطه على جريل زي اللي هو بتاع الفحم يعني. الساندوتش ده عندهم اسمه اولد سكول، ال 200 جرام ب 110، سعره قريب من بافالو. المكونات بتاعته طبعا قطعه البرجر والخس، خيار مخلل، رايح بصل، والسيجنتشر صوص بتاعهم. حاسس ان انا عايز اقسمه الصراحه عشان هيبقى فيه زروطه. البرجرايه شكلها محمس، بس هو العيش مش مستحمل الصوصز خالص، مش مستحمل الخس بالتحديد. الخس محطوط تحت، فالميه بتاعته دوبت العيش تماما يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم البرجرايه فيها تدخينه بس خفيفه قوي، التدخينه بتاعت بافالو تكسب، لكن طعم اللحمه حلو. انت عليه تاني على الساندوتش ده، الدريسنج بتاعه مش باسطني قوي، في حاجه محتاجه تتشال. لو اتعمل بنفس الستايل اللي هو محطوط جبنه والصوص والبرجرايه بس، اظن هيبقى اجمد. لكن الدريسنج ده مع لقمه العيش الخفيفه قوي خلي الموضوع مزروط قوي. يعني كام يا مانجو؟ تغليف، قيمه مقابل سعر، بما ان انا اديتها لبافالو نجمه واحده للطعم. اديز هياخد 3 نجوم. نلم الدنيا بقى واقول لك برشامه الحلقه. تعالى خلاصه الموضوع، لو انت بتحب البرجر وخاصه البرجر اللي ما فيهوش اختراعات او الاولد سكول، فانا تفضيلاتي الشخصيه هتروح لويلز كيتشن وبافالو برجر. الاثنين طعمهم قريب قوي من بعض. بافالو بيختلف ان هو مفيش دريسنج، مفيش حاجات كتير موجوده في الساندوتش، هو الصوص والجبنه بس. اللحمه طعمها مدخن او تحسها مشويه على الفحم. ويلز نفس الفكره بس مزودين شويه اضافات على الساندوتش. فالاثنين يعتبروا قريبين من بعض جدا، رغم ان فرق السعر هيروح لصالح ويلز. بس كده، ده كان ملخص الحلقه. شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ لو عجبتكم الحلقه بقى اللايك الشقي والفولو والسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان تدعموا اخوكم وحبيبكم المانجو. لو في حاجه في دماغكم عايزين نجربها او شفتوا حاجه غريبه او عجيبه او جديده وعايزين نجيبها هنا ونجربها مع بعض، قولوا لي ده وانا اجيبه هنا ونجربه على طول. ولو عندكم افكار لمبادره حقهم يجربوا وعايزين نجيب حاجات ونبسط ونفرح ناس تانية بيها، قولوا لي الافكار دي في الكومنتات، واكيد هتكونوا سبب في اسعاد وفرحه ناس تانية كتير. واخيرا لكل المانجو لافرز، الحماس ده، سي يو.